كان الفتى يغسل بقع الدم عن ملابس والدته مستخدما ماء معدنيا، وفجأة رآه طبيب وصرخ قائلا: إنك تهدر أثمن ما تملك. استغرب الفتى وسأله عن السبب، فأجابه الطبيب: إن ثمن زجاجة واحدة من هذا الماء مرتفع إلى درجة أن والدتك يمكنها أن تحصل على علاج مجاني لعام كامل مقابلها. صدم الفتى عند سماع ذلك وسأل نفسه: هل أنا في حلم؟ ثم سلم زجاجة الماء للطبيب. فرح الطبيب كثيرا، وعلى الفور رتب لوالدة الفتى أفضل غرفة وأغلى رعاية طبية. عندها أدرك الفتى أن الماء المعدني في هذا الزمن صار أغلى من الذهب، لكنه تذكر أن لديه مخزنا سحريا إذا وضع فيه زجاجة واحدة من الماء تخرج منه ملايين الزجاجات. لذلك أصبح من السهل عليه أن يجمع ثروة كبيرة، فحمل حقيبة مملوءة بزجاجات الماء المعدني وحجز سيارة فاخرة. لكن فجأة ركبت فتاة جميلة السيارة وجلست بجانبه. اضطر الفتى إلى تقبل الموقف كما هو، وحين نزل من السيارة تذكر أنه لا يملك نقودا، فدفع لسائق التاكسي بزجاجة ماء معدني بدلا من المال. وحين رأى السائق ذلك ابتهج كثيرا واتصل بعائلته قائلا: من اليوم سينادى علينا بلقب عائلة المليونير.